حاليا عم نقوم بدراسة للحديقة جنب حديقة طيفور دوار سينالكو. عم نقوم بدراسة لترميمها وإعادة افتتاحها من قبل بلدية الشعب الحسكة، بناء على طلب الأهالي المقدم للجنة البلديات والبيئة في الحسكة. عم نعمل دراسة هلا مشان نفتتح الحديقة هاي ونأهلها من ناحية زراعتها بالأشجار، من ناحية تأمين المياه لها لزراعة عشب اصطناعي، أو تأمين مقاعد لجلوس الأهالي. حوالي 10 مقاعد ثلاثية، شيء حوالي 5 طاولات دائرية الشكل أو مربعة حسب التصميم اللي بدنا إياه إحنا. عم ركب شبكة رذاذات مشان عشب اصطناعي، نزرع عشب اصطناعي، وإنارة بروجيكتورات وأضوية ليد ملونة. يعني خلال إن شاء الله 10 أيام نستفتح الحديقة للأهالي مركز ترفيه، كونه إنه تعرف البلد وضجة البلد والناس عم تدور مكان ساحة خضراء تقعد بيها. وإن شاء الله خلال 10 أيام راح تبلش الحديقة عملها، وأن يعني الأهالي راح يقعدون فيها. الشجر عندنا هلا في حوالي 20 شجرة كينة قديمة، يعني كبيرة عمرها، يعني عمرها حوالي 10 سنين 15 سنة، جماليتها حلوة كثير. وراح نزرع شجر عفز كمان زيني بالخطة الزراعية جديدة يعني، وراح نظبطها على 24 إن شاء الله، يعني تضاهي الحدائق الخاصة. مناشدتنا للاهالي انه الحديقه هي حديقه عامه وحديقه للشعب، يعني مثل ما تحافظ على نظافه بيتك حافظ على الحديقه. اذا بدك تاكل او بدك تشرب، يعني هل المخلفات الناتجه عن الاكل والشرب، يعني يا ريت في حاويات، رح نأمي حاويات مشان موضوع الاوساخ والقمامه يحطونها بالحاويات.